أهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن مباريات أهلي صنعاء في بطولة دوري أبطال الخليج في نسختها الجديدة، هو الذي سينطلق بعد 4 أيام من تاريخ نشر هذا الفيديو. طبعا أهلي صنعاء سيلعب مباراتها الأولى ضد نادي دهوك العراقي إن شاء الله يوم الثلاثاء. المباراة ستكون الساعة 8 مساء ومنقولة على أغلب القنوات الرياضية، قنوات الكأس وقنوات العراقية الرياضية. بالتوفيق لنادي أهلي صنعاء في هذه البطولة، هذا أول مشاركة خارجية لنادي يمني منذ سنوات. وقد تم تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 أندية أو 4 فرق. في المجموعة الأولى أهلي صنعاء إلى جانب ظفار العماني والنصر الإماراتي ودهوك العراقي. في المجموعة الثانية النادي العربي القطري إلى جانب الاتفاق السعودي والرفاع البحريني والقادسية الكويتي. وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب. بالتوفيق لجميع الأندية المشاركة في هذه البطولة. وبالأخير، إذا أعجبكم المحتوى وأنتم مهتمين بهذا الشأن، اشتركوا بالقناة وشاركونا آراءكم علشان يوصلكم كل جديد فيما يخص هذه البطولة.